صباح الفل على كل متابعين منوعات مصطفى وامل. يا احلى مسا عليكم وعلى كل حبايبنا حبايب قلبي. ما تنسوناش اللايك والاشتراك في القناه عشان الفيديو ده جامد جدا. انا عامله اكل بسيط، حاجه بسيطه، ويعني هنتغدى مع بعض. وبحب اشكر كل متابعين قناه مصطفى وامل. اهو شايفين يا جماعه ده مكتوب ايه؟ مصطفى وامل. طب صباح العسل، احلى يوتيوبر في الدنيا. درع يا جماعه الفدي. دايما بنحييكم انتوا، دايما خيركم سابقكم كده يا جماعه والله علينا. يعني ربنا يخليكم لينا، وكفايه كلامكم الحلو ودعواتكم اللي تفتح النفس ان الواحد يشتغل ويحمس نفسه انه يعمل الاحسن والاحسن. استني يا ايمي يا جماعه انا هاكل قدامكم. بصوا بقى، انت هتشوفوا الفيديو. هاخد العيش واكلكم. مش عارفين نتكلم. بص ايوه بص يا جماعه، انا عملت الوصفه دي كبد وقوانص بشويه بطاطس محمرين، جايه سريعه كده من الدروس. قلت اقف في المطبخ اعمل لهم الاكله دي مع شويه الشيبسي. يا سلام. وطبق المخلل اللي يفتح النفس ده يا سيدي. وطبعا عامله لهم عصير جوافه برضو يبل رقهم بيه. اديله. انا عايزه بقى رايهم. انا عملت الطريقه في فيديو، عايزه بقى الاكله دي تبقى قدام عينيكم ونشوفوا برضو رايهم ايه. اكله بسيطه، وشجعونا باللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا نخش نبدا. يلا بينا بقى كده. ايه انا عايز ادوق يعني ينفع؟ انا عايزه اكل، انا ما اكلتش. وانا جعانه هموت من جوه. يلا بينا. انا هموت في الجوع. يا هتموت في الكوع. هي هتموت في الكوع. بسم الله الرحمن الرحيم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. مع المخلل بقى. بجد الاكل دي جميله. انا قلت انت مش هاكل في المغاية هاكل. لا ما تاكلش مخلل، هي الكبده حلوه. كبده حلقه كده ليه يا عم؟ كبده جميله طعمها حلو. انا ظبطها لكم مظبوط خالص. عامله لكم الكبده مظبوطه. لا بجد. ايه يا جماعه؟ ايه يا ولاد؟ حلوه يا اسطى، حلوه. اها كل النعمه حلوه. ايوه، ما كل نعمه ربنا حلوه، ودي اكل ربنا حلوه. من هنا والشفا. بقول ان هي ياسين حادقه هتوجع صلبي. لا جميل. حاسس ان هي كده بصراحه يا جماعه، بصراحه حاسس ان هي حادقه جامد ومش كويسه. هو ايه اللي بصراحه؟ بتهزر بصراحه والله احنا بصي يعني دول اخواتنا، مفيش حد فيهم غريب، فانا بتكلم احنا كلنا اهل. الكلام ده لو هم غور مننا هقول مش هتكلم. تمام. وهقول افصل الفيديو وخلاص، لكن الفيديو شغال وانا بقول الصراحه، بقول حقي. مش انت بتقولي لي قول رايك في الاكل؟ طيب انا ده رايي بصراحه. الكبده دي ما تتاكلش حد. كبد والقوانص ديت حاجه جامده. يعني انا مش انا ظبطها، بس يمكن تكون انت حاسس ان هي حادقه من المخلل. طب بلاش مخلل. اهو بلاش مخلل. هندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طب كل كده بلاش ياسين مخلل. معلش استنى. تمام. بسم الله اهو. ايوه انا مقلباها كويس وما حطيتش على البطاطس ملح كمان. يعني انت حتى الفيديو انا قايله ما حطيتش. طعمها غريب. طعمها ايه؟ طعمها كبد وقوانص. طعمها ايه؟ ما انا بعملها على طول وكانت تعجبك. طعمها مش حلو. طعمها غريب. ما ينفعش اصلا انت تقول كده. يعني انت بتقول ايه؟ انا مش هاكل. لا ايه ده؟ مش هقدر اكمل بجد؟ طب بتهزر؟ لا ما هزر ليه؟ انا بقول لك قدام يعني حبايبنا ودول اخواتنا مش غرب والله. انا الاكل ديت لا. مش عاجباك؟ يعني هي مش عاجباك ولا هي فيها ايه؟ انا باكل. انا بيعجبني كل نعمه ربنا. انا عمري ما اتبطرت على اكل. تمام. في ايه بقى؟ طب انا عمري اتبطرت على اكل؟ لا. طيب انا عمري ما اتبطرت على اكل، بس انا بقول لك وجهه نظري في طعم الكبد والقوانص مش حلو. طب انت دقتها يا ياسين؟ سيبوا بقى من الشيبسي كده. ممكن تسمعوني انتوا الاثنين كده. ممكن تاكلوا الكبد والقوانص تدوقها لي. ما نشوف كده كمان برضه مظبوط. حلو يا ايمي؟ يعني الولاد بيقولوا حلوه، انت بتقول وحشه. انا يا جماعه هم العيال هيعرفوا الطعم زينا. هي الاولاد الاطفال بتاكلوا خلاص، لكن هم مش هيعرفوا الطعم يعني زينا. انا افضل واقفه وعامله الاكل يعني مظبطاه. كتر الف خيرك. انا ما قلتش حاجه، بس انا الاكل مش جاي معايا، مش عاجبني. انا الحمد لله كل نعمه ربنا حلوه والله العظيم، وبالنسبه لي الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يدومها علينا نعمه. تمام. بس الاكل ده حادق. حاسس ان في ايه؟ في حاجه غريبه. انا بقول حادق عشان انت بس كلت معاه مخلل. لا انا كلت دلوقتي. ما انا كلت تاني من غير مخلل. تمام. انا كلت تاني دلوقتي من غير مخلل. مش جاي معايا.
معلش يا جماعه ما حدش يزعل مني، والله انا بقول وجهه نظري بصراحه يعني. بالله عليكم ما حد يزعل مني، على انا كده فكرة اكلت خلاص. انت هو ايه اللي على انا كده اكلت؟ هو ايه؟ انا مش عارفه ابلع اللقمه. انت كلامك وكنت ده هتاخد شط انت كلامك العيال مش خلى عايزين ناكل. اللقمه وقفت في زوري بجد يا مصطفى. ليه كلامك بس يا زعلني. امل لما اقول كلمه الحق يزعلها؟ لا يعني أنا دلوقتي لما أيوة. أقول- لا هو كلمه الحق ما تزعلش. انت مثلا بتقولي دي حاجه اتكلم وانا اهو. شاطر. قول انت يا ياسين. ما هو بابا كلامه سد نفسي وخلى اللقمه وقفت في زوري والله العظيم بجد. ليه؟ قال لها الاكل يا امل حادق. الاكل حادق، انا مش جاي معاه الاكل. هو مش حادق، هو مظبوط زي ما كنت عاملاها لك قبل كده مظبوطه. طب بصوا يا جماعه والله العظيم، اولا انا بضحك مع امل وهي ما تعرف. والله تمام؟ العظيم انت كالح بجد. انا كنت هقوم افصل الفيديو وما كنتش هكمله اصلا. والله لا العظيم انا كنت بجد هقفل يا مصطفى. منك في ايه؟ هو ايه اللي الاكل حادق؟ العيال ياكلوا وانا اللقمه وقفت في مش زوري. لاقي وعيل يقول لي الاكل حادق زي ابوه. والله العظيم انا بهزر بجد وبضحك معاك يا امل. بس انا قلت ايه اخليها لكم مفاجاه عشان ما احرقلكوش المفاجاه. يلا يا كله يلا بسم الله. مفاجأة ايه يا مصطفى؟ والله العظيم مستفز. الاكل طعمه جامد لا بصراحه. لا لا مستفز، ما تاكلش بقى. والله العظيم ما يحصل ترجعان. لا بجد انت مستفز. انت الواحده تقف في المطبخ تعمل اكل وانا بعمله مظبوط. يعني انا بخاف فعلا ان انا ازود شويه ملح ولا اقلل ملح عشانه. خلاص يا امل انا بضحك. انت بالك عملت كده مش ليه؟ واكله بقى كل والمصحف بضحك يا جماعه احنا بنسد نفس بعض ولا ايه؟ ينفع في بتعمل حاجة وبتتعب وكده بابا بيزعق. لا ما زعلتهاش عشان ما تاكلش. والله ابدا ما زعلتهاش، انا بهزر بضحك معاها. خلاص يا امل شايفه خلاص ازاي؟ انت هتعيط قدام العيال والكاميرا. خلاص رواقي بقى. والله العظيم هرجع اقول تاني الكبده حلقه. لا بامانه انا عايزه اعرف فيها بامانه ايه. وما يرضي الله والله العظيم طب جد. بالله عليكم يا جماعه، اللي احنا اهوت الفيديو ده احنا بنتغدى مع بعض كبد وقوانص. الفيديو اللي قبليه كان طريقه عمل الكبد والقوانص وشويه البطاطس. انا حتى هتلاقوني قايله في الفيديو انا ما حطيتش على البطاطس ملح ويا دوبك شويه الملح والتوابل بتاعه الكبد والقوانص. انا اتصدمت من كلامه. يعني انا كده مصدومه من كلامه، لان انا بعدتي بخاف اعمل حاجه حادقه عشان الولاد عشانه. حاجه لما بتبقى عادبه سهل ان انت تحدقيها تاكليها بمخلل. ما كنت- والله جامده. يعني خلاص بقى. ده انت مستفز. انا اللقمه بقول لك وقفت في زوري مش عارفه ابلعها ده من على كلامك. كوبايتي. دي كوبايه العصير بتاعتي. انا اخد كوبايه ياسين. بجد انا يعني انا مستغربه من كلامك لحد دلوقتي مش قادره اتكلم. ايه اللي انت عملته معايا ده؟ والمصحف جميل وانا عمال من الصبح باكل. والله بهزر يا جماعه. انا عامل لها هي مفاجاه. مظبوطه والله. انا عامل لها كده بستفزها في الفيديو ده بس ما رضيتش اقول لكم طبعا. مستفز. تمام وسبتها معاكم برضه بصوا يا بقى عيني اللي ايه. بيحب امل يزعله. عشان انا بقول لكم اهو زعلوه بقى. اعملوا لنا لايك وزعقوا له في التعليقات. اعملوا لنا اشتراك. اه بص شوف اعمل فيها ايه. والله العظيم انا قادره اكل. اعصابي كلها تعبت. شويه كده يا جماعه معلش. اصل الا الاكل الواحد بيخاف ايه. اقعدي يا امي. الواحد بيبقى واقف ونفسه ان اللقمه تطلع حلوه عشان بس ايه افرحه. والله العظيم نعمه ربنا دي عسل ربنا يدوم علينا نعمه. والله ما انا عارفه اكل. بصي يعني كتر الف خيرك يا اموره على اللي انت عاملاه معانا وشايلانا عامله لنا غدا. بتطلع تساعدنا يا جماعه في الطيور. مش سايبانا في اي حاجه. الست دي رزق من عند ربنا. اكل بقى ولا تقعد تزور؟ لا انا بص بقى الفيديو ده انا هسرعه عشان ياكلوا الطبق اللي قدامكم ده كله عشان يثبت لكم ان الطبق ده حلو مش حادق. كل يا ولاد وانت تاكل يلا. والله لو واكل ده مات من الجوع. يلا بينا اهو صباح الفل. عليا نعمه من نعمه رب جامده. والله سهله وبسيطه ومش مكلفه. مش مكلفه. يعني احنا شايفين اهوت. وهتشبع العيله. كل يا اما ما تاكلش مخلل. لا سيب المخلل وكل يا ايمان كبد وقوانص. طبعا احنا في الفلاحين يا جماعه بنقولوا ايه؟ مخلل بنقول عايزين مخلل تمام؟ يعني حدقه وهحط لك مخلل كمان. عمال ننقص. يعني كمان انا دقتها وبقول الله ده جميله ومظبوطه وجايبه له مخلل عشان كمان لو عدبه يعني يستطعم. فعلا الحاجه العادبه الاكل العادب هاتوا جنبه مخلل. صح. لكن الاكل لما يكون مظبوط تمام بلاش المخلل عشان هيحدق. شاطر ياسين برافو عليك. فين ده؟ كل يلا انا عايزاك تاكل وتقول لهم يا حبايبنا الاكل حلو بتاع ماما. كله يلا. الاكل حلو بتاع ماما. طبعا تسلم ايد ماما. طبعا لو حد الاطفال مش هياكلوها. اصل والله شككتني بنفسي انا كده. حبيبي
ماشي يا مصطفى. لا قدام. استنى مني الاستفزازات الجايه ان شاء الله. ماشي. قدام. انت اللي بدأت. والله جامد يا جماعه، بس احنا قلنا نضحك عادي يعني. عادي يعني؟ ماشي. بجد خلاني اعيط والله العظيم بجد. ما هو لازم كده ايه، ننكشه كده يعني، نهزر. ماشي يا مصطفى. امم نكشتني؟ ماشي. نكشتني وسديت نفسي مش عارفه اكل. على فكره انا لميت نفسي عشان عارف انها هتعيط بقى وهتصوت وهتعمل. لما بيقول لي على حاجه ما بتعجبنيش لا لا هتعجبك يعني هتعجبك. اول بقى ما اجي ازعلها دول يجوا عليا الاثنين بقى، ياسين واميمه. ولادي حبايبي. زي ما سمعتوا ياسين. ياسين دول تقول ماما واقفه طول النهار على رجلها تعمل لك الاكل وانت تيجي في الاخر تزعلها. ماشي. طبعا يا حبايب قلبي احنا مش مش هنطول عليك اكتر من كده. كنت مش هاكل. ايه؟ كنت مش هاكل. زي يعني ما كنتش هتاكل زيي؟ وانا كنت مش عارف، وهو اول واحد كان بيمد على الاكل. هما بيحبوها. على فكره ممكن تعملها لهم سندوتشات. يعني سندوتش عيش فينو وتعمل لهم الكبد والقوانص دي خطيره. خلص الشيبسي اللي قدامك. اخواتنا وحبايبنا ما تنساش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، واحنا بنهزر والله. كل نعمه ربنا طبعا، يعني ربنا دوم على النعمه. ايوه يا رب. والله بهزر. ماشي يا مصطفى. عشان هنتحاسب بعد ماشي. ماشي. ماشي عشان هو فاجئني بجد، انا اتفاجئت. واحنا ان شاء الله ماشي هنضرب الطبق ده، هنفتحه كله. يعني شوفوا ما شاء الله ربنا بيزرع فيه البركه. نص كيلو على بطاطستين بتعمليها طبق قد كده، والله ربنا بيبارك فيه. طبعا اللي عايز يشوف الطريقه اسمعوا قبل الفيديو ده، ويا رب نكونوا خفاف على قلبكم وعند حسن ظنكم. قلت والله. وبالله عليكم زعقوا له في التعليقات عشان انا بجد والله العظيم اعصابي تعبت. ما تنسوناش في اللايك. يلا يا ولاد نقول لحبايبنا اعملوا لنا لايك. لايك. اعمل لايك. ايدك هنا عشان مش باينه اهو. ايوه واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.